صباح الخير إذا كان عندكم صباح، ومساء الخير إذا كان عندكم مساء. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح أسوي معاكم ألذ مكرونة مانتي تركية. معليش على الصوت، بس أنا مرة تعبانة هذه اليومين، معليش. أول شي في مقلاة راح أحط الزيت، البصل، وراح أتركه إلين يذبل تماما. بعدين راح أحط البهارات اللي هي الكمون، الكركم، الملح، بابريكا، وأقلبها مع بعض إلين تشمون ريحة البهارات. بعدين راح أحط اللحم المفروم وراح أطقطقه زي كذا. بعدين راح أضيف معجون الطماطم، شوية موية، وآخر شي كزبرة، وبكذا صارت اللحمة جاهزة. راح نسلق المكرونة عادي في موية حارة وملح. استخدموا أي نوع مكرونة انتوا تحبونه، تقريبا تاخد 6 دقايق أو 7 دقايق. بعدين راح أجهز صوص الزبادي اللي هو عبارة عن زبادي، بودرة ثوم أو ثوم فريش، خل، ممكن كمان تضيفون عصير ليمون، وملح، وراح أخلطها مع بعض وكذا الصوص صار جاهز. آخر شي راح أسوي الصوص الأحمر اللي هو في قدر. راح أحط الزبدة وراح أضيف عليها بابريكا وراح أتركها دقيقة تقريبا على النار. بعدين للتقديم راح أبدأ أسوي الطبقات. يعني أول شي راح أحط الباستا، بعدين راح أحط شوية من صوص الزبادي، وكمان شوية من صوص البابريكا راح يعطيها كذا لون مرة حلو. بعدين راح أحط اللحم. طبعا انتو ممكن تسوونه عادي بكيفكم، يعني على حسب الشكل اللي انتو تحبونه. وكررت الطبقات مرة ثانية زي كذا بالضبط. آخر شي زينتها بالكزبرة والبصل المقلي. وبكذا مكرونة المانتي صارت جاهزة. شايفين بس جمال الشكل؟ ما أحكي لكم قد إيش لذيذة، لازم تجربونها. طبعا ممكن تغيرون يعني في الطبقات، أو يعني تغيرون مثلا في التزيين، ما تحبون الكزبرة تحطون شي ثاني براحتكم، بس لازم تجربونها. نكهة الزبادي مع اللحمة مع المكرونة جدا لذيذة، لازم تكون على سفرتكم إن شاء الله. اكتبوا لي الوصفات والأشياء اللي حابين أجربها معاكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل جرس التنبيهات. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الثاني.